نشوف الأهم أن تسكن شباك الأندونيسي من 22 متر. هذه يبغي لها حرفنة، يبغي لها خبرة يا يونس، يبغي لها يعني شوية على طريقة الموزة. يونس محمود يلعبها، الله لا، في راية في راية في راية. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ على قرار يحرم المنتخب العراقي من هدف عالمي، هدف جميل. الياباني رفع الراية، ياجي أكاني، ما حدث وما كان يا كاني. راح نشوفها في الإعادة، الراية ترتفع والهدف يلغى، وبالتالي كرة سكنت الشباك لكن لم يحتسب الهدف. راح نشوف الآن حكيم شاكر، توجيهات مستمرة. شوف هذه الآن وين الخطأ؟ طيب هل تدخل في الكرة أم في اللعبة اللي هو طبعا اللاعب علي عدنان. نعم، إذا كانت الكرة لامست علي عدنان، وبالتالي شوف أيضا حتى يعني الحكم الرابع